لأنهم بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. السلام عليكم. مع نهاية عام 2023 وبداية 2024 عرف المغرب حملة واسعة لمكافحة مختلف أشكال الفساد، لا سيما في صفوف كبار السياسيين والمسؤولين، واللي كتم متابعتهم بتهم ثقيلة، منها اللي مرتبط بالفساد المالي في تدبير الشأن المحلي، ومنها اللي مرتبط بجرائم خطيرة مثل الدعارة والاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير والابتزاز، والأمر اللي تار انتباه الرأي العام الوطني وأسلميدات الصحافة الوطنية والدولية، وطرح علامات استفهام كبرى حول هذا الأمر. واش بصح جا موعد ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أن الأمر كيتعلق فقط بتصفية حسابات سياسية؟ واش الدولة فعلا قررت تشن حملة واسعة ضد هذا الفساد، أم أن القضية مجرد سحابة عابرة لإسكات الأصوات اللي كتهم الدولة بالتغاضي على السياسيين الفاسدين؟ جميع هذه الأسئلة وأخرى غادي نجاوبكم عليها بالتفصيل. أنا اسماعيل واحي، خليكم معنا، وهذه حلقة خاصة غادي نتابعوها على موقع وقناة تيلي اكسبريس. وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا يبقى للشعب؟ يوم السبت 29 يوليوز 2017 وجه ملك البلاد مدفعيته الثقيلة لبعض المسؤولين السياسيين في خطاب الذكرى 18 لعيد العرش، وكانت سابقة من نوعها ملي قال جلالة الملك: وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من المسؤولين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول: كفى واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. ومما جاء أيضا في الخطاب الملكي: ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين، وأنا أزن كلامي وأعرف ما أقول لأنه نابع من تفكير عميق. فالتطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية يتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي يتم الاختباء وراء القصر الملكي وإرجاع كل الأمور إليه. التوجيهات والتنبيهات الملكية بضرورة محاربة الفساد والرقي بطريقة تدبير الرأي العام بقات كل سنة كتكرر، وفي كل خطاب أو رسالة ملكية كان لابد من الإشارة للأمر، حتى وصلنا لمنتصف سنة 2023 وبالتحديد في خطاب العرش الأخير تكررت كلمة الجدية 14 مرة على لسان ملك البلاد، اللي قالها وعاود قالها وأكد عليها باش تكون هي المبدأ والمنطلق ديال العمل في جميع المجالات. هو الشيء اللي كيعني أن المغرب مقبل على مرحلة حاسمة لا مكان فيها للتهاون. هذا الشيء كيحيلنا إلى أن حملة مكافحة الفساد اللي كتجري حاليا في المغرب هي أولا وقبل كل شيء جات بإرادة ملكية بعد تم استنفاد جميع السبل مع السياسيين الفاسدين باش يجمعوا راسهم. وثانيا هذه الحملة مؤطرة بالقانون وبالدستور، وتم تفعيلها بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير مختلف الأجهزة المغربية اللي كترفع بشكل مباشر للقصر الملكي. وباش نقربكم اكثر من هذه الصورة غادي نعطيكم مثال بسيط. في 4 نوفمبر 2023 وزارة الداخلية خرجت تقرير كيفيل بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجلس الجماعات الترابية بلغ 137 منتخب، من ضمنهم رؤساء جماعات ونواب الرئيس ومستشارون جماعيون ورؤساء سابقون، وهذا الشيء بسبب ارتكابهم الافعال مخالفه للقانون. كيتعلق الامر ب 43 رئيس جماعه و23 نائب الرئيس و49 مستشار جماعي و22 رئيس جماعه سابق. اما بالنسبه للبرلمانيين فحاليا القضاء المغربي كيتابع 30 برلماني، منهم اللي معتقل ومنهم اللي في حالة صراح بسبب الاشتباه في تورطهم في قضايا الفساد المالي وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ إلى جانب الاتجار في المخدرات وقضايا أخرى. ومن أهم المسؤولين المغاربة اللي تم التحقيق معهم أو محاكمتهم خلال الفترة الأخيرة الوزير السابق والبرلماني محمد مبدع، المتابع في قضايا ثقيلة كتتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ. محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المتابع بتهم كتتعلق بمجموعة من الخروقات والتجاوزات شابت ملف تدبير المفوض لقطاع النظافة.
عزيز بدراوي الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي وهو الآخر متابع في نفس ملف رئيس بلدية بوزنيقة محمد كريمين على خلفية صفقة تدبير المفوض لقطاع النظافة في مدينة بوزنيقة. سعيد الناصري برلماني ورئيس مجلس عمالة بالدار البيضاء ورئيس نادي الوداد البيضاوي معتقل على خلفية ما بات يعرف بقضية اسكوبار الصحراء، وكيتابع بتهم ثقيلة كتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات ونقلها وتصديرها وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير في محررات رسمية وعرفية. عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق حتى هو متابع في نفس الملف ديال اسكوبار الصحراء وبنفس التهم تقريبا. البرلماني عبد القادر البوصيري اللي كيشغل منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس كاين حاليا في سجن بور الكايز فاس وعنده متابعة متعلقة بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واستغلال اموال عمومية، وهي التهم اللي كيتابع فيها الى جانب رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين. محمد حيداوي برلماني ورئيس فريق اولمبيك اسفي هو ايضا في سجن عكاشة بالدار البيضاء بعدما تعتقل من داخل المحكمة الابتدائية بعين السبع على خلفية اتهامه بالمتاجرة في تذاكر مباريات مونديال قطر. ياسين الراضي برلماني ورئيس سابق لجماعة سيدي سليمان كيقبع بسجن العرجاج حاليا بسلا بعدما تمت متابعته بتهم عندها علاقة بالتحريض على الدعارة وإهانة الضابطة القضائية عن طريق إدلاء بيانات كاذبة وإعداد وكر للدعارة وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية والنطق والإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة. إلا جينا نذكروا كل مسؤول برلماني أو منتخب جماعي بالاسم ديالو والتهم اللي كتلاحقوا خاصنا حلقات وحلقات طويلة، لكن احنا المهم عندنا هو أن الرأي العام الوطني لازم يستوعب بعض الأمور الأساسية المتعلقة بهذه المتابعات القضائية. أولا الحملة اللي كيشنها القضاء اليوم على الفساد مازال في البداية ديالها، لأن التقارير ديال المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة المغربية مازال فيها العديد والعديد من الأسماء اللي جايين وقتها في المتابعة. ثانيا هذه الحملة اللي كتشنها الدولة المغربية ضد السياسيين الفاسدين جات بتوجيهات ملكية صارمة بعدما تم استنفاد جميع الطرق والأساليب الودية مع هاد الناس باش يتقوا الله في بلادهم. ثالثا المغرب ماضي في هذه الحملة وما غادي يستثني حتى شي واحد تبت التورط ديالو في قضايا الفساد شكون ما بغى يكون ومهما كانت القوة أو النفوذ ديالو، لأن المغاربة كلهم سواسية أمام القانون، وهذا الشيء كنظن أنه تأكد بعد ما تم اعتقال بعيوي والناصري والبدراوي ومبدع. وفي النهاية نبغي نذكر بواحد الأمر مهم بزاف، الحرب على الفساد ماشي فقط مسؤولية الدولة بوحدها وإنما هي أيضا مسؤولية حتى المجتمع، لأن المجتمع كيتحمل المسؤولية ديالو ملي كيعطي صوته في الانتخابات الأشخاص عارفهم فاسدين، والمجتمع كيتحمل ايضا مسؤوليته ملي كيعرف الفساد في شي بلاصه وما كيبلغش عليه. هذا الشيء علاش لابد من المجتمع المدني بكل مكوناته يساهم في محاربه الفساد سواء من جمعيات او وسائل الاعلام، لكن شريطه تكون الاراده فعلا محاربه الفساد وماشي الابتزاز او التشهير او تصفيه الحسابات، وتتم بطرق قانونيه سليمه كتحترم مقتضيات الدستور باش هذه العمليه تنجح وتحقق مبتغاها. حتى لهنا سالت حلقتنا، لكن حديثنا على الموضوع مازال ما سالاش. السلام عليكم.